المحاضرة دي هتختصر عليك وقت وفلوس كتيرة جدا جدا جدا. لو انت بتفكر تعمل كامبين او اعلان بشكل كامل، فالمحاضرة دي هتختصر عليك وقت كبير. تعالوا مع بعض اقول لك ازاي تعرف تعمل اعلان ناجح وتوصل للجمهور اللي انت عايزه. وانا بوعدك لو عملت نفس اللي انا هعمله حالا، والله العظيم هتوصل للجمهور فعلا فعلا اللي هيشتري منك. طيب، الحمله اللي احنا هنعملها النهارده او الكامبين اللي احنا هنعملها النهارده هدفها المبيعات. فطبيعي الاويرنس ده اللي هو الوعي، الترافيك. لو انا عندي ويب سايت وعايز الناس تدخل على الويب سايت، او انا بعمل عروض وكلام من ده. انجيجمنت لو هو تفاعل. ليدز لو انا عايز اجمع الناس اللي بتشتغل في العقارات والكلام ده، فالكلام ده مش هيفيدك دلوقتي لو انت بتبيع منتجات رقميه او اي منتج يعني. طيب، اب بروميشن ده لو انا عندي ابلكيشن. تمام. طيب، هنا السيلز دي اهم حاجه، يعني دي اهم حاجه عندي. ليه؟ لان السيلز ده لو انا عايز اعمل مبيعات. تمام. طيب، اول حاجه هنا زي ما انت شايف عندك في حاجه اسمها نيو سيلز كامبين ونيو سيلز ادسет، وعندك هنا نيو سيلز اد. طيب، ايه الكلام ده؟ اول حاجه هنا انت هنا هتسمي اسم الحمله بتاعتك. انا راجل ببيع منتجات رقميه، تمام، او ببيع كورس، او ببيع اي منتج او ايا كان او اي خدمه. طيب، هكتب هنا كده منتجات رقميه. هننزل هنا تحت في حاجه اسمها ادسет بادجت وكامبين بادجت. طيب، الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده لو انا عايز اعمل كامبين ويبقى فيه تحتها كذا ادسет. تمام، فهو ده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله. طيب، في حاجه اسمها ديلي بادجت ولايف تايم بادجت. يعني ايه ديلي بادجت؟ هنا بكل بساطه ان انا كل يوم هدفع له 255 جنيه او 100 جنيه او 300 جنيه او ايا كان. طب انا راجل ببيع منتجات رقميه، المفروض ان انا ادفع هنا 190 جنيه في اليوم. يعني مثلا 3 دولار، 4 دولار، 5 دولار في اليوم. تمام. طيب، هنيجي هنا ننزل تحت شويه. هنا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك سبيشال اد كاتيجوري. لكن هنا انت لو عايز تشغلها هتشغلها، بس هنا انا ما استعنش ان انا اشغلها بصراحه لان دي مش هتفيدك. طيب، هنعمل ايه بعد كده؟ هنا الصفحه دي كلها كده خلصت. تمام. هنا انا هعمل كذا اعلان او كذا ادست جنب بعضه، فهعمل هنا حاجه اسمها كوبي، بس مش دلوقتي. هدخل هنا على نيو سيلز ادست بالمنظر ده. هبدا ان انا اسميها نفس الاسم برضو، منتجات رقميه. تمام. طيب، هنزل هنا تحت شويه اقول له والله الكونفرشن بتاعي هيكون على مسجز، هكلم الناس شات. طيب، هنزل هنا تحت هنا بالمنظر ده اقول له ان انا هعمله النهارده بتاريخ النهارده. تمام. هنا لو انت عايز النهارده الاعلان ده وهنهيه النهارده او مثلا بكره او مثلا بعد او يوم 12 او في اي وقت من الاوقات. تمام. طيب، حلو جدا. انا عن نفسي مش هعملها. ليه؟ لان ببساطه طول ما الاعلان ناجح معايا، انا مش هحتاج ان انا كل شويه اقعد ازود والاعلان يقفل ويفتح، وهيبقى فيه مشكله كبيره جدا. لكن كده احسن بكتير جدا جدا جدا. طيب، هعمل ايه؟ هسيبها بالمنظر ده. الاودينس هنا ركز بقى جدا، هو بيقول لك هنا اللي هو هيشتغل بالذكاء الاصطناعي. لو انت بتعمل الحمله بتاعتك، وركز جدا، ده سر من اسرار الاعلانات. وعلى فكره انا مش ميديا باير، ولكن انا بعمل اعلانات كتيره جدا جدا بتحقق نجاحات كبيره، وجاي اقول لك على السر اللي هو ازاي ان انا بعرف اعمل اعلان وينجح. تمام. طيب، هنا في الاودينس هنا لو انت حافظ جمهور او عملت اعلانات قبل كده، فهو بيجي لك هنا بالشكل اللي انت شايفه هنا ده. لو انت بتبيع منتجات رقميه فالمفروض هتخليها من سن 21 سنه لحد سن 37 سنه، ما تكترش اكتر من كده. وخد بالك المحاضره دي فيها كميه اسرار، يعني بحجم كورسات كبيره جدا. صدقني صدقني هتستفاد، ويا ريت تطبق على الكلام اللي انا هقول لك عليه ده. تمام. طيب، هنيجي هنا على الاودينس زي ما انت شايف كده بيقول لك ادفانتج بلس، وهقول لك ان هو ما ينفعش يتعمل، ما ينفعش طبعا ان انت تعمله بالادفانتج بلس. ما ينفعش تعمله بالادفانتج بلس لان ببساطه الحملات الاعلانيه اللي هي من خلال الكونفرجن مسجز او من كونفرجن رسائل، بكل بساطه هو بيجيب لك اكبر عدد من الناس ان هي تكلمك. فطبيعي انت لما تعملها مانيوال وتجيب الناس اللي هي مهتمه قوي وتحط بايدك الناس المهتمه، ده هيبقى احسن بكتير جدا من ان هو يجيب لك ناس كتير. هو اوريدي هيجيب لك رسائل كتير وتفاصيل وكام، لكن هيحرقوا معاك كلام مش هيشتروا منك. فانا جاي النهارده اقول لك ازاي تجيب ناس فعلا تشتري منك. تمام. انا عارف ان انت هتنافسني والله العظيم هتنافسني بعد الموضوع ده، بس تمام. طيب، هنا اللوكيشن هنا في حاجه بقى مهمه. انت بتقول ان انت هتضيف مصر، غلط. ما ينفعش تضيف مصر بالمنظر ده. طب هعمل ايه؟ هخش هنا بالمنظر ده على مصر هنا زي ما انت شايف كده. هنزل هنا على السهم ده هقول له اونلي انكلود cities. يعني ايه؟ يعني انا عايز بس اللي في المدن استهدفهم، مش عايز الناس اللي هي في الارياف. ليه؟ لان في ناس في الارياف ما تعرفش يعني ايه منتجات رقميه.
مش فاهمه الكلام ده كله، فانت رايح لناس، يعني مش قصدي حاجه والله مع احترامي للكل، بس انا بقول لك على الحقيقه اللي بتجيب لي نتائج حقيقيه جدا. تمام، طول ما انت بتضيق الاستهداف بتاعك طول ما انت هتعرف تقوى نتيجه وهتعمل مبيعات قويه جدا باذن الله تعالى. طيب هنعمل هنا حاجه اسمها stay and step. تمام، هنيجي نعملها هنا بالمنظر ده، وهنيجي ننزل هنا بالشكل اللي انت شايفه قدامك تحت هنا ده، نعمل كده ونخليها 21 سنه. طيب بعد ما عملناها خلاص هنيجي هنا على حاجه اسمها ايج، هنخليها من 21 سنه لحد هنا عندك 37 سنه. طيب 37 سنه ده العمر الافتراضي اللي احنا هنشتغل عليه. بعدها نعمل هنا هنشيل كلمه يوز دي علشان خاطر تتقفل اللي هو الادفانتج بلس علشان خاطر نعمل حمله يدويه. طيب هننزل هنا تحت كده، خد بالك الذكاء الاصطناعي هيساعدك جدا لو انت عندك ويب سايت او فانل، تمام. انما لو انت هتشتغل على الرسائل يبقى احسن لك ان انت تقفل الذكاء الاصطناعي خالص، وخصوصا لو انت لسه في البدايه، لو انت بتعمل اعلانات في البدايه. فانا بقول لك لو انت في البدايه اشتغل كده احسن. يقول لك في الجندر انت عايز رجال ولا حريم، ولا انت عايز كله على بعضه؟ لا، كله على بعضه هيبقى احسن وافضل ليك طبعا عشان تتارجت جمهور اكبر واوسع. طب هنا هيجي يقول لك في الاد ديموغرافيك. طيب لو انا راجل بتارجت جمهور مهتم جدا 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 ان هو يشتري منتجات رقميه على حسب المنتج الرقمي، يعني انت لو معاك منتجات عن الجرافيك ديزاين فبكل بساطه انا هاجي هنا اكتب جرافيك ديزاينر، الاستهداف ده بالمنظر ده علشان خاطر الناس اللي هي بتشتغل فاكيد بكل تلقائيه محتاجين ان هم يشتروا ملفات او قوالب جاهزه ان هم يصمموا عليها. طيب عندك هنا برضو جرافيك ديزاينر تاني فريلانسر جرافيك ديزاين برضو صح 100%. ليه؟ لان ببساطه الجرافيك ديزاينر هو شخص بيشتغل وفريلانس، يعني هو مش شغال في مكان، لا ده هو شغال فريلانسر او بيدور على شغل مثلا، او هو كاتب في الكارير بتاعته او في التايتل بتاعه ان هو دلوقتي انا بشتغل جرافيك ديزاينر، فطبيعي هو يشتري منك الملف ده بكل بساطه. طيب هنا برضو ادوبي سوفت وير، الناس اللي هي مهتمه جدا جدا بادوبي برضو ممكن يشتروا منك. ده مش برضو ده اكيد يعني. طيب لو جينا هنا على ادوبي بريمير برو ابعد عنها خالص. عندك ادوبي هنا، عندك ادوبي، عندك هنا ديجيتال ماركتنج برضو هيشتروا منك القوالب دي لانهم مهتمين جدا بالتصميمات السريعه والحاجات دي كلها، والاجنسي والشركات المهتمه بالكلام ده. عندك برضو هنا الناس اللي مهتمه بالاعلانات برضو ممكن ياخدوا منك المنتجات دي. سمول بزنس برضو مهم جدا. ليه سمول بزنس؟ سمول بزنس هنا الراجل ده عامل شركه صغيره او مؤسس شركه صغيره، فطبيعي كده بشكل افتراضي ان الراجل ده مهتم جدا جدا ان هو يتاجر في المنتجات الرقميه، لان انت بتقول ان هي قابله للبيع فممكن هو ياخدها ويعمل زيك، فاهم؟ فدي حركه قويه جدا 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 ليك. طيب هنعمل هنا ايماج اديتنج، الناس اللي مهتمه بالتعديلات يعني برضو مصممين الجرافيك، تمام. دي حركه قويه جدا. طيب ما تكترش استهدافات كتير، يعني خليها لغايه هنا كده، دي جميله جدا. الملف ده اللي هو بتاع الجرافيك ديزاين مثلا، تمام. هتنزل تحت هنا هتعمل هنا اللي هو التطابق. يعني ايه تطابق؟ دي بقى المشكله اللي بيقع فيها ناس كتيره جدا. انت لما بتيجي تعمل اعلان بيبقى عندك مشكله، اللي هو بيجي لك ناس كتير جدا تقول لك تفاصيل بس للاسف ما بيشتريش منك. ليه ما بيشتريش منك؟ لان بكل بساطه هو مهتم بالخدمه بتاعتك، بس هو ما عندوش القدره الشرائيه. طب انا ازاي اخلي ميتا تروح للناس اللي هي عندها القدره الشرائيه بس؟ هاجي هنا على الاد ديموغرافيك، وبعدها هاجي هنا اقول له اشترط عليك ان انت تجيب لي الناس دي بس يكون عندهم القدره الشرائيه. طيب ازاي؟ هاجي هنا على براوز، وبعدها هاجي هنا على بيهافيرز اللي هو السلوكيات بتاعتهم، وهاجي هنا بكل بساطه على الحاجات اللي هو الناس اللي بتشتري والحاجات دي كلها. طب اجي منين؟ هنا بكل بساطه هنا لو جيت بصيت هتلاقي في حاجه اسمها بيرشيز بيهافيرز، هتدخل على اللي هو الناس اللي بتشتري، فدي حاجه جميله جدا جدا جدا. طيب في حاجه تانية، في حاجه تانية، تعالى كده نرجع تاني، هتلاقي في حاجه اسمها اونلاين شوبينج ريتيل، وهنا عندك كلوذنج. لا طبعا انت مش بتبيع هدوم او فاشن او الحاجات دي كلها، مش هتفيدك خالص. طيب لكسري جودز يعني ايه؟ يعني الناس المهتمه قوي بالحاجات اللي هي الفاخره، الحاجات الغاليه، فبرضه ممكن تستهدفهم بس بشرط يكون المنتج بتاعك غالي قوي، تمام. فدي حاجه قويه جدا ودي حاجه قويه جدا. ممكن هنا تقول له والله بس يكون شرط ان هو برضه جرافيك ديزاين، تمام، بس انت كاتبها فوق فمش هتفيدك. فدي حركه قويه جدا جدا جدا. كده معناها ان انا بتارجت الناس اللي عندها القدره الشرائيه. طيب فدي حاجه قويه جدا وهتفرق معاك باذن الله. طيب هننزل تحت زي ما انا قلت لك، هتخلي اللغه عربيه. هنا بقى في البليسمنت ركز جدا جدا معايا علشان الكلام ده مهم قوي. طيب
في البليسمنت هنا هو بيقول لك بالادفانتج. طب يعني ايه بليسمنت؟ يعني المساحه، انت عايز تحط الاعلان بتاعك فين بالظبط. لو جينا هنا بصينا، لو انا بتارجت ناس في الخليج، فما ينفعش ان انا استخدم خالص فيسبوك، ولا حتى اودينس نتورك، ولا حتى ماسنجر. ولو انا في مصر او في الوطن العربي كله، ابعد عن الماسنجر، ابعد عن اودينس نتورك، ابعد عن الفيسبوك احيانا، لان الفيسبوك احيانا ما بيجيبش الصح. تمام. لكن انستجرام طبعا الشباب هم اللي يعرفوا يعني ايه منتجات رقميه، مش كلهم، لكن احنا بنقول بس الاضمن، فاهم؟ فامسح بصراحه فيسبوك، لانه مش هيفيدك خالص. فخليها بس انستجرام. ده معناها ايه؟ ده معناها ان انا كده هتارجت ناس فاهمه اصلا يعني ايه منتجات رقميه، علشان ما احرقش فلوس على الفاضي. يعني انا بدل ما اخلي ماسنجر، هو في حد اصلا هيدخل يشوف اعلان عن ماسنجر؟ لا طبعا. اودينس نتورك، يعني تتخيل واحد عمال يلعب لعبه، ولا داخل مدونه، ولا داخل اي مكان، هل هيهتم بالاعلان بتاعك؟ لا طبعا، هو مش فارقه معاه. ده هو اصلا هيكون اتخنق، مخنوق، علشان خاطر الاعلان بتاعك جاي غصب عنه اصلا، فاهم؟ لا، خليها بس انستجرام. ممكن تخليها احيانا فيسبوك لو انت عايز توصل لجمهور واسع جدا. طيب، نيجي هنا على المكان اللي احنا هنحط فيه، هتسيبها هنا زي ما هي. طيب اذا ان انت كده مش مستخدم الذكاء الاصطناعي في اي حاجه، ما بيقول لك ادفانتج بلس اوف، يعني هو مقفول دلوقتي. طيب هنخش هنا على الكرياتيف، ولكن في حاجه ممكن تعمل مجموعه اعلانيه. يعني ايه؟ ممكن تيجي هنا تعمل دبليكيت، تمام، وتقول نيو كامبينز، وبعدها تنزل هنا تحت مثلا تكتب منتجات رقميه، او انا عندي مجموعه اعلانيه فيها اعلانين مش اعلان واحد بس. طيب هنا اصبح ان احنا هنرجع لورا تاني. تمام، ركز كده معايا، على فكره الموضوع ده بيبقى محتاج كورسات، بس انا بجيبها لك من الاخر يعني، فاهم؟ طيب هنا 190 دي اسمها السي بي او، يعني انا دلوقتي هخليها 250. ال 250 جنيه دول يوميا هصرف 250 جنيه على الاعلانين دول، مش على اعلان واحد، على الاعلانين دول. فده احسن بكتير ان انا هعمل على كل ادست واحده، هعمل بتارجت معين. طيب ايه الفرق بقى؟ ان انا اعمل كامبين بادجت، ان انا دلوقتي على الكامبين دي كلها ادفع 250 جنيه، ولا على كل اعلان فيهم ادفع مثلا 100 جنيه ولا 120 جنيه؟ لا طبعا. لو انت عملت السي بي او، اللي هو لما اجي اخلي الذكاء الاصطناعي يصرف 250 جنيه على الاعلانات كلها، فهو اذا هيبدا ان هو يحلل مع نفسه ويشوف ايه الاعلان اللي ناجح اكتر، ويبدا يصرف فيه اكتر من خلال ال 250 جنيه بس، مش هيصرف اكتر من كده. تمام. طيب خلينا بس نرجع تاني كده. طبعا احنا عملنا كل الكلام ده. في حاجه مهمه جدا، انت هنا دلوقتي انت عايز الاعلان بتاعك يكون على ماسنجر ولا انستجرام ولا واتساب؟ انا بصراحه بقول لك خليها واتساب احسن. يعني شيل دول وخليها واتساب احسن. ليه؟ لان الناس دايما بترتاح للواتساب. تمام، فخليها واتساب احسن. لو انت عايز تشتغل على مسجز من غير الواتساب، ممكن تستخدم انستجرام افضل. تمام، بلاش ماسنجر، بالذات لو انت بتارجت جمهور خليجي. تمام. طيب فانا بقول لك الاحسن ليك هو واتساب. هننزل هنا على نيو سيلز اللي هو الكرياتيف بتاعك. ركز معايا، لو انت هتعمل اعلان مش قوي، مش اللي هو بيشد الناس، مش هتعرف تعمل اعلان ينجح. يعني كل اللي احنا عملناه ده، لو انت جيت على اخر حاجه اللي هو الكرياتيف اللي هو المحتوى، لو نزلت صوره مش قويه، لو نزلت فيديو مش قوي، فانت مش هتعرف تعمل اعلان ناجح، لان مفيش هيجي لك رسائل اصلا. تمام، وكده اذا ان التكلفه بتاعت الرساله هتغلى جدا عليك، لان معدل الظهور كتير جدا شافوا ولكن ما دخلش حد يكلمك، فده اللي بيبوظ الاعلان. وركز جدا في معدل الظهور، اهم حاجه ان معدل الظهور، لو في ناس كتير شافت المحتوى بتاعك او الاعلان بتاعك، لازم يكون في ناس كتيره جدا كلمتك. ولو انت مثلا 1000 واحد شاف الاعلان بتاعك وما جالكش رسائل، دي مشكله كبيره جدا، وسعر الرساله هتبقى غاليه عليك جدا. فركز جدا في اهم نقطه دي. طيب انت هتقول لي انزل صوره ولا انزل فيديو؟ لا طبعا تنزل فيديو، لان دي خدمه، دي مش مجرد منتج معروف. يعني مثلا مش ايفون مثلا، ده مش براند معروف زي اديداس مثلا بتبيع له كوتشيات ولا بتبيع اي حاجه الناس عارفاها. لا، ده مجرد منتج رقمي. في ناس ما تعرفش المنتجات الرقميه، وحتى لو يعرفوه فبكل بساطه المنتج الرقمي الناس بتكون خايفه. يعني ايه؟ ممكن يطلع مش كويس بتاع كلام من ده، وكل واحد بيبقى له خدمه مختلفه. يعني انت مثلا عندك خدمه وده عنده خدمه، انما لو انا ببيع مثلا كوتشي ولا ايفون، ما الناس كلها عارفه يعني ايه موبايلات، يعني ايه ايفون، يعني ايه كذا، بس هو بيختلف مثلا في السعر، في الوان المنتج، اللي هو مثلا لون الايفون ده مختلف عن التاني، الكلام ده بس. يعني هي دي الفكره، هي دي المنافسه في الموضوع. انما انت عندك هنا منتجات رقميه، في مشكله ان الناس ما تعرفش ايه هو المنتجات الرقميه، ناس كتير. فانا بقول لك او حددت لك المشكله دي في الادست اللي هي الاولى، وقلت لك ازاي تعمل ده. تمام، اللي هو في الاستهداف. لكن ايا كان،
علشان خاطر تعرف تعيد البيع مره تانية وتفهمه البيزنس ماشي ازاي، فانت لازم تعمل فيديو توضيحي. وطبعا انا ما ببيعش المنتجات الرقميه بتاعتي الا لما بدي لك الاول هتستهدف مين، وازاي كمان ان انت تقدر تعمل متجر، وازاي كمان تقدر ان انت تعمل اعلان ناجح، اللي هو بدي لك المحتوى والفيديو علشان تريح نفسك من القصه دي كلها، عشان خاطر اضمن لك ان انت تعمل اعلان ناجح وتعمل مبيعات باذن الله تعالى. فالحمد لله احنا اول ناس في الوطن العربي بنساعد الناس ان هي تبيع منتجات رقميه، تستخدم منتجات رقميه وتعمل دخل قوي جدا من خلال بيع المنتجات الرقميه. ده موجود في كورس نيوك او حتى في الخدمه بتاعتنا الثانيه. لكن انا مش بدي لك اعلان، انا بقول بس الفكره كلها ماشيه ازاي. ولو حبيت فعلا ان انت تدخل معانا في الموضوع ده وتبدا بدايه قويه باذن الله، او حتى تاخد المنتجات مع الاستهداف مع الكتاب اللي بيعلمك ازاي تبيع، برضه متوفر في الديسكربشن لينك التواصل باذن الله. طيب خلينا هنا نقول ان احنا هنعمله على الصفحه دي، اوكي خلاص مفيش مشكله. هنبدا ان احنا نسميها اسم تاني زي ما اتفقنا. لو جينا هنا بصينا على كرييت اد ولا يوز بوست، يعني ايه؟ يعني بيقول لك انت عايز تستخدم بوست عندك اصلا على الصفحه ولا تستخدم كرييت اد. هتقول لي طب ايه افضل دلوقتي حاليا؟ هقول لك الافضل هو الدارك بوست، اللي هو بوست مش موجود عندك. ليه؟ هقول لك ليه. نفترض ان انت بتبيع دلوقتي منتج بخصم معين، تمام، او خدمه بخصم معين. فانت لو جيت حطيت بوست وعملت عليه اعلان، بكل بساطه عايز اقول لك ان هيحصل مشكله. الناس هتقول لك ايه ده؟ هيجي لك من بعد فتره كبيره جدا يجي يقول لك ايه ده؟ بس انت عامل عرض بتاع، انت مش فاكر العرض ده؟ لا، يبدا يخاف منك يقول لك لا ده انت بتبيع لي بطريقه غلط، او انت بتستغلني. فلا، اعملها دارك بوست. والحاجه الثانيه، لو انت فكرت بعد كده تعدل على البوست، ممكن اللايكس تفقدهم كلهم. ازاي؟ ان انت لو جيت دلوقتي عملت في البلايسمنت فيسبوك وانستجرام والبوست بتاعك على فيسبوك ونزلته على انستجرام، وهتيجي تعدل على المحتوى بتاع الاعلان، اصبح ان انت فقدت كل الناس اللي بتقول لك تفاصيل والحاجات دي كلها واللايكس. فلا، خليك كرييت اد، هيبقى احسن وافضل بكتير جدا ليك. تمام. طيب هنا بيقول لك انت عايزه ايه. لو جينا نزلنا هنا تحت كده، نقول ان احنا مثلا هنعمل هنا مانوال ابلود، صح كده. هيعمل هنا بيقول لك فليكسبل. طيب يعني ايه فليكسبل؟ يعني بكل بساطه انا لما اجي اعمل الاعلان بتاعي، فانا محتاج ان الاعلان ده هنزل اكتر من صوره واكتر من فيديو، فده هيبقى افضل ليا. بس مشكلتها في حاجه، وبرده ليها حاجات كتير احسن بدل طبعا. فهو بيقول لك لا يا سيدي، انا هخليك في اعلان واحد بس بميزانيه واحده بس، ان انت ممكن تنزل لي 3 4 فيديوهات او 10 فيديوهات عادي، وابدا ان انا اشوف ايه الحاجه اللي بتشد الناس اكتر من خلال الفيديو ده اللي انت بتنزله او ال10 فيديوهات. لو في فيديو منهم مثلا جاب 60 رساله او 70 رساله او اتحول كونفرشن على الويب سايت، ده اللي هو هيبقى ناجح، فهبدا ان انا اعتمده. فدي حركه كويسه جدا جدا جدا. وبعدها بنزل هنا تحت كده في الاد ميديا، وبعدها بعمل اد فيديو. انت بتحط الفيديو اللي انت عايزه اللي هو موجود عندك، او انت بتحمله من هنا ايا كان، بتعمل ابلود وبعدها بتنزله. زي ما انا قلت لك عندنا في الباقه بجيب لك فيديوز جاهزه تبدا ان انت تعمل عليها شغل، متجربه اكتر من 100 مره، ما تقلقش يعني. عاملين منها نجاحات كبيره جدا الحمد لله يعني. ناجح من وسط ال 10 فيديوهات اللي انت هتنزلها. تمام. فدي حركه كويسه جدا. فمثلا انا قلت ان انا هنزل كل دول مع بعض، بعدها هعمل كده. هو طبعا بيختبر مع نفسه، يعني هو بيودي كل ده على الشريحه اللي انت مستهدفهم، فبيبدا ان هو يشوف ايه الفيديوهات اللي عندك كلها، وبتبدا تشوف اي فيديو فيهم الاحسن والافضل. تمام. فدي حركه كويسه جدا. طيب هنعمل هنا في البرايمري تكست، هنكتب هنا التفاصيل اللي احنا عايزينها. طبعا التفاصيل دي برضو بقدمها لك، كل حاجه انا بقدمها لك بحيث ان انت تعرف تعمل اعلان ناجح. تمام. هتلاقي في حاجه اسمها هيدلاين. يعني ايه هيدلاين؟ لو جينا نزلنا هنا تحت مثلا على البوستس اللي موجوده دي، فزي ما انت شايف كده كونتنت بقى كومباني، فلا انا هشيلها خالص. اكتب هنا مثلا مشروع ناجح في 24 ساعة. انت شايفه هنا حاليا دلوقتي انا كاتب هيدلاين. في الهيدلاين ده مشروع ناجح في 24 ساعة. هنا طبعا بتظهر بالمنظر اللي انت شايفه هنا ده كده. طيب لو جينا احنا هنا كتبنا في طبعا دي التفاصيل كلها اللي انت بتكتبها. في حاجة بقى جميلة جدا، لو انت عايز تحط اكتر من بوست معين، يعني مثلا انا هنا هكتب مثلا حاجة تخص مثلا المنتجات الرقمية، ده رقم واحد. رقم اتنين هيظهر برضو ان انا هكتب بعد كده، هكتب مثلا خصم مثلا 50%. تمام. اصبح ان انا هنا دخلت له بطريقه، كلمته بطريقه البيع، وهنا كلمته بطريقه الخصومات لو في ناس بتحب الخصومات، وهنا كلمته هنا
بخصوص ان انا بكلمه على العائد مثلا اللي هو هتبني مشروع في 25 ساعه او 24 ساعه. وهنا برضو اد تكست اوبشن ان انا بقول له مثلا هنا ان مثلا تجارب ناس نجحت قبلك، فاهم؟ فانت بتعمل كذا طريقه، دي هتساعدك كتير جدا جدا جدا. ففي ناس مثلا بتحب الخصومات عندك هنا، في ناس بتحب التفاصيل بشكل كامل عندك هنا، لكن انا اللي انا قلت لك عليه ده هو افضل حاجه طبعا. طيب عندك هنا التكست اوبشن زي ما قلت لك، الهيدلاين مشروع ناجح، ممكن تكتب هنا برضو خصم 50%، ممكن تكتب هنا كمان برضو تقييمات ناس نجحت قبل. الحاجات دي كلها بتفرق. طيب الديسكربشن اللي هو بيبقى تحت الفيديو زي ما انت شايف هنا عندك، هنا بيبقى تحت الفيديو يعني. فمثلا هنا مشروع مربح مثلا في اول 24 ساعه، 24 ساعه. طيب هنا مثلا ضمان استرداد المبلغ، ضمان المبلغ. كده احنا عملنا اللي علينا وبزياده. طيب عندي هنا حاجه اسمها ادد تكست اوبشن، ان انت برضه بتزود بزياده. طيب تكتب هنا برضه زي ما قلت لك خصم 50% لاول 10 مشتركين. يبقى انت هنا اذا عندك بوست بتشرح له فيه التفاصيل بشكل كامل، بوست تاني فيه خصومات، بوست تاني برضه بيكون فيه ضمانات، بوست تاني بيكون فيه اراء ناس اشتركت قبل. تمام، دي حركه قويه جدا 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 جدا. طيب نيجي هنا على سند مسج، انت عايز الكول تو اكشن تكون عامله ازاي؟ فخليها سند مسج واتساب، هتبقى افضل بكتير جدا. اتفضل مثلا ازاي اقدر اساعدك. انا كده فهمته الفكره وما فيها او اديت له الملخص. تمام. هنا بقى لو جيت هنا بالمنظر ده، هبدا ان انا اقول له مثلا خليها اسكت كويستشن، لا هتبقى كده احسن. طيب هكتب هنا مثلا لو تكرمت، يبقى هو ان انا بساعده ان هو يكتب ده، لان في ناس ما بتكملش مرحله المراسله، فاهمني؟ فعلشان تتحسب رساله وعلشان خاطر الناس دي تكلمك وتاخد الاجراء معاك، فهو مكتوب هنا فوق مشروع ناجح في 24 ساعه ازاي اقدر اساعدك. فانت بتقول له تفاصيل لو تكرمت، ان هو هيقول لك كده، فانت تبدا ترد عليه برد مباشر. طيب لو انت عايز نظام الاسئله، فهو ممكن يقول لك هنا مثلا ممكن، طيب ممكن تفاصيل انت بقى هنا بشكل اوتوميشن كده، هو لما يكتب لك كده وانت قاعد تقوم قايل له هنا اهلا وسهلا بيك، ممكن اعرف كده. كويس جدا جدا جدا. تمام. طيب سيف تمبلتس، انا هنا بقول له مثلا منتجات رقميه علشان احفظ القالب ده عشان بعد كده ممكن احتاجه. تمام. طيب كده انت خلاص هتعمل بعد كده نيكست او هتعمل سيف، ان انت هتسيف الكلام ده كله. اذا ان انت عندك الاعلان ده ناجح، اول اعلان ده خلاص كده باذن الله هينجح ان شاء الله تعالى. طيب ويب سايت ايفنت ده اللي هو التراكنج، لو انت عندك بيكسل. تمام. فالكلام ده طبعا هنبقى نتكلم عنه بعدين، فمش هتحتاجه دلوقتي يعني. طيب نيجي بقى هنا على تاني حاجه زي ما انت شايف كده، برضه بيقول لك كامبين بادجت ولا ادسيت زي ما انا قلت لك كده. فاحنا هنبدا ان احنا نشيل الكلام ده خالص، نعمل ديليت كده. طيب احنا كده عملنا خلاص اول اعلان. تمام. لكن لو فكرت ان انت تعمل مثلا تتارجت جمهور تاني، هنبدا نتكلم عنها ان شاء الله، وازاي ان انت تعمل مجموعه اعلانيه كبيره جدا علشان خاطر تعرف ان انت تارجت اكتر من دوله. لان نصيحه ما تارجتش 3 دول او دولتين في ادسيت واحده، ده غلط كبير جدا جدا جدا. انت بعد كده هتيجي هنا تحت بالمنظر ده تعمل بابلش، يعني كده خلاص الاعلان بتاعك اشتغل. وبالتوفيق ان شاء الله. لو احتجت اي مساعده في موضوع المنتجات الرقميه، او انك تعمل بيزنس ناجح باذن الله من خلال كورس الملوك اللي هيساعدك بشكل كامل ان انت تعرف تبيع منتجات رقميه او تفهم البيع او تفهم ازاي تعرف تعمل اعلانات ناجحه ان شاء الله، وازاي كمان ان انت تقدر هو بيقول لك هنا في خطأين يرجى ازاله القيم، ده اللي هو المشكله اللي انا لسه ما كتبتهاش. طبعا الحاجات دي كلها لازم تتكتب، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا لازم ان انت تكتبها. فانا بس بقول لك على سبيل المثال، فاهم؟ بس انما يا شباب، ان انتوا لو عايزين منتجات رقميه ناجحه تم تجربتها اكتر من 1000 مره يعني، اللي هي شغاله بشكل كويس جدا الحمد لله، مع طرق الاستهداف ازاي تعرف تبيع الكلام ده كله، مع كتاب مجانا بيعلمك البيع، كل ده ان شاء الله متوفر في رابط الديسكربشن، ادخل عليه. ان شاء الله هقدر اساعدك باذن الله لو قدرت اساعدك، ولو ما قدرتش اساعدك هقول لك مش هقدر اساعدك. يا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله هينزل كل جديد باذن الله قريب ليكم.